زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هنشرح النهارده السبيسز. لما تفتح السبيس بتاعك بيبقى بالمنظر ده، او بيبقى مديك مساحة معينة ممكن ترفع عليها البروجكت بتاعك. الفكرة بقى في السبيس ده ايه يا جماعة؟ هنا ممكن تعمل ابلود للبروجكت بتاعك. يعني انت مثلا لو عايز تشتغل نفس البروجكت بتاعك من جهاز تاني، تعملها ازاي؟ هتقعد بقى تدور على الفولدر اللي انت مسجل فيه البروجكت بتاعتك، تنقل الميديا كلها وتعمل كل ده. لا، في هنا طريقة اسهل بكتير. بتدخل على السبيس بتاعك وتعمل ابلود بروجكت، بيظهر لك هنا كل البروجكت اللي انت اشتغلت عليها قبل كده. تختار البروجكت اللي انت عايزه، ولنفرض ده مثلا، وتدوس على ابلود، نقول له ماشي تمام. هيبتدي هنا هتلاقي هنا بيحمل لك البروجكت وبيرفعه على السبيس بتاعك. تمام كده، انا مش عايزه ارفعه، بس هو دي الفكره. بتيجي بقى من اي جهاز تاني تدخل عليه، تدخل بالاكونت بتاعك عادي بالساين ان زي ما احنا عملنا بالاكونت بتاعك، وتدخل على السبيس بتاعك. هتلاقي المشروع اللي انت عايزه وتشتغل عليه، تعمله داونلود عندك، تشتغل عليه زي ما انت عايز على اي جهاز من اي مكان براحتك. في هنا برضو ابلود ميديا، لو انت برضو عايز ترفع اي ميديا عندك تبقى موجودة على السبيس بتاعك، تشتغل عليها من اي جهاز. في تاني ممكن نعمله بالسبيس ده؟ ممكن هنا تبعت انفايت لحد يبقى معاك، يشتغل معاك على نفس البروجكت، او انت عايز تخليه يكمل شغل على الشغل بتاعك، بتعمل له هنا انفايت. هنا بتدوس على كوبي انفيتيشن لينك وتبعته له، هو بيدخل عنده، بيفتح ويدخل على السبيس بتاعك، هيلاقي البروجكت موجود وكل حاجة موجودة، يبتدي ينزلها عنده ويشتغل عليها هو كمان. ده فكرة السبيس. لو دوسنا هنا هيجيب لك بقى السبيس سيتنجز، هنا الاعدادات بتاعة السبيس بتاعتك. هنا ممكن تغير الاسم بتاعك، تعمله نيك نيم، تختار اللون اللي انت عايزه whatever اللي انت عايزه هنا بيقول لك انت استخدمت مساحة قد ايه في السبيس بتاعك، عشان هو مديلك مساحة معينة بس ممكن تستخدمها. هنا بقى اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي الاوتو ابلود، زي ما شفناها قبل كده كنا ممكن ندوس عليها من البداية خالص، اللي هي نعمل اوتو ابلود للسبيس، بحيث ان هنا برضو لو دوسنا عليها هنلاقيها. لو دوست على اوتو ابلود، كل مشروع هتشتغله هيترفع اوتوماتيك على السبيس بتاعك، بحيث ان انت تعرف تشتغل عليه من اي مكان. انت مش عايز الموضوع ده تطفيه عادي، وتدوس سيف. هنا بيقول الممبرز الموجودة، هنا ده الاونر اللي هو انا، انفايت لو عايز تدخل حد معاك زي ما قلنا قبل كده. وهنا لو عايز تلغي السبيس كله اصلا تدوس على ديليت سبيس. تمام. هنا هتلاقي برضو اوبشن تاني اللي هو هنا create or join. لو دوست create هيعمل لك سبيس جديد تسميه بالاسم اللي انت عايزه، وتضيف عليه الناس اللي انت عايزها. برضو نفس الكلام، عشان لو انت عايز تعمل كذا سبيس تضيف اكتر من حد. وهنا من join لما حد بيبعت لك invitation link بتبتدي تحط هنا اللينك اللي هو بعتهولك، وتدوس على join فتدخل على السبيس بتاعه. تمام، احنا كده مش عايزين السبيس دوت. من هنا هندوس delete space، هتلاقيه هنا بيقولك دخل اسم السبيس بتاعك عشان يتأكد ان انت فعلا عايز تلغيه. هدوس cancel، هاخد هنا اسم السبيس كوبي، كنترول C، delete space، كنترول V، delete. تمام، انا كده لغيت السبيس اللي انا مش محتاجاه. تمام كده. هتلاقي هنا برضو جزئية اللي اسمها براند كيت، ديت مكتوب جنبها فري. دي حاجة عاملينها مجانية لفترة مؤقتة، مش على طول، ممكن بعد كده تبقى طبعا النسخة البرو. الفكرة في البراند كيت ان هنا بتحط بقى الحاجات اللي انت بتستخدمها على طول، مثلا زي البراند بتاعك. لو مثلا هنا في الفيديو تعمل ابلود للبراند فيديوز بتاعتك، اللي هو مثلا الانترو الاوترو، اي فيديو بتستخدمه في البراند بتاعك تعرف تضيفه هنا images، تبتدي مثلا تضيف اللوجو بتاعك او اي براند images بتاعتك. هنا برضو stickers، لو انت عندك stickers معينة عايز ترفعها تبقى بتشتغل عليها على طول في الشغل بتاعك، تبقى موجودة في البراند كيت بتاعك. هنا برضو fonts، لو في فونت معين انت بتشتغل بيه برضو ممكن ترفعه هنا. background music، كل الحاجات ديت لو انت عامل حاجات معينة بتستخدمها في كل المشاريع ممكن ترفعها هنا في البراند كيت بتاعك، بحيث ان انت كل مشروع ما تقعدش بقى تحملها من اول وجديد، هتبقى موجودة عندك تستخدمها على طول. هنا تكست بريسيت، دي حاجات بقى برضو هنشوفها جوه، اللي هو مثلا لما تيجي تعمل تعديل لتكست معين خليته بشكل معين وعايز تحفظه بحيث ان انت تستخدمه على طول، هنا هيبقى يظهر لك هنا لو عملت له سيف از ا بريسيت. هنا برضو الادجستمنت بريسيتس، كل الحاجات ديت هنعرفها قدام.
اللي هي كل الحاجات اللي بتتعمل جوه سيف از ا بريسيت هتلاقيها ايه بتظهر لك هنا في البراند كيت بتاعك، والكالرز وبرده كل الحاجات دي. كده احنا خدنا فكرة عن السبيسز وازاي تعرف تدخل حد معاك، وازاي تعرف تشغل البروجكت من اي جهاز، ازاي تعرف تخلي حد يشتغل على البروجكت بتاعك او تبعتهوله لو عايزه يدخل معاك، وبرضو عرفنا البراند كيت وازاي بترفع عليها حاجتك. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة، نكمل الفيديو كده ان شاء الله.